النهارده بقى معانا حلقة من النفسيات جديدة وبتتكلم عن العقدة النفسية. العقدة النفسية طبعا كلنا عندنا مشاكل نفسية. أنا شايفة إن في فرق كبير بين المشاكل النفسية بتكون شخصيتنا في حاجات معينة، وفرق إن حد يبقى معقد من حاجات معينة مر بيها من طفولته. البني آدم اللي عنده عقد نفسية أو مشاكل كبيرة قوي ما يحلهاش مع نفسه ولا تبقى بس كونت شخصيته، لازم يروح لأخصائي. الأخصائي ده يحول له العقدة دي لسلوك إيجابي. يعني لو أنا أمي كانت مثلا الله يرحمها بقى كانت مهرجلة ومش منظمة، يعلمني إزاي إن أنا آخد الحتة اللي مضايقاني دي وعاملة لي عقدة إن الدنيا مش منظمة أو إن أنا أتحول إلى شخص منظم جدا. أمي ما كانتش مثلا بتتكلم معايا كتير وهي صغيرة وأنا صغيرة، ما كانتش تتكلم معايا كتير، أنا كنت أتكلم معاها أكتر. يعلمني إزاي أبقى أنا مع أولادي، إن أنا أكلمهم في كل حاجة وأي حاجة. مثلا حد غامض في حياتك وخلى عندك عقدة، انت مش فاهم ايه اللي جواه ولا ايه اللي بيحصل ولا ايه اللي بيدور في دماغه، يعلمك ان انت تبقى مثلا واضح. عقدة تانية مثلا ان حد كل اوراقه مش متنظمة ومش مظبوطة وعمل لك مشاكل مثلا في ورثك، فانت تبقى منظم حياتك بحيث انه لو حصل اي حاجة فيما بعد تبقى متنظمة ومظبوطة. العقدة النفسية من مثلا من الاماكن العالية، يقول لك تعالجها ازاي. العقدة النفسية من ان مثلا من الصوت العالي، يقول لك تعالجها ازاي. ما حدش يروح لواحد صاحبه يقول له انا عندي عقدة. صاحبك ده ممكن يبقى عنده عقدة الدنيا والاخرة ويكمل عليك. صاحبتك ممكن تقولي لها انا فيا وفيا تنصحك من خلال عقدها هي. فبليز اي حد مدرك، ولازم اللي عنده عقد نفسيه يدرك ان عنده عقد نفسيه ويروح برجله للدكتور ويقول له عالجني. ما يعالجهاش مع صاحبه ولا صاحبته ولا اخوه ولا اخته ولا اي حد، يعالجها مع دكتور. الدكتور يتكلم معاه ويعالجه بطريقه مظبوطه، طريقة فيها دراسة، والدراسة دي تخليك تاخد عقدتك دي وتحولها وتبلورها لسلوك إيجابي. السلوك الإيجابي بيخلي البني آدم ناجح. ياما كان عندي حاجات كلاكيع وفيونكات وأنا صغيرة ورحت فكتها وبقت حاجات عبارة عن سلوك إيجابي بتعامل بيه مع أصحابي، بتعامل بيه مع بناتي، بتعامل بيه مع عيلتي، وده ريحني جدا جدا جدا. أصبح عندي دلوقتي مشاكل نفسية بس مش عقد نفسية. هو ده الفرق. المشكلة النفسية غير العقدة النفسية. المرة الجاية بقى أشرح لكم إيه العقدة النفسية وإيه المشاكل النفسية على رواقة. والمرة الجاية هيبقى معانا موضوع جديد وحلقة جديدة من النفسيات.